تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذين هم ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم فقد جاءوا ظلما وزورا فقد صدق الله العظيم. Baiklah, selanjutnya marilah kita saksikan penampilan kedua Tilawah Dewasa Putri yang akan membacakan surah Muhammad ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله
Demikianlah tadi penampilan beserta tilawah Dewasa Putra, dan selanjutnya kita akan melihat penampilan peserta tahfiz yang akan tampil secara acak. Adapun yang bertindak sebagai sa'il adalah Ustadz Muhammad Fadil Al-Hafiz, yang bertindak selaku sebagai Dewan Hakim Tahfiz Ustadz Mustafa Kamal LCMA, terus Ustazah Nurul Haibah dan Ustadz Ahmad Royani. Adapun Hakim Pasoha Ustadz Agung dan Ustadz Muhammad Iqbal Harun LC, dan yang bertindak sebagai Hakim Tajwid Ustadz Ahmad Fatoni dan Ustadz Syamsul Bahri. Dan peserta yang pertama tampil adalah peserta untuk cabang 20 juz putra. Adanya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم
أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن
يطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فلما قضى
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين صدق الله العظيم. Selanjutnya kami panggil peserta tahfiz 30 putri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الليل
الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. سيقولون لله قل أفلا تتقون سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير
Semangat dengan lagi. Cuma sampai setengah 12. Oke ya, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan peserta tilawah anak-anak putra. Peserta tilawah anak-anak putra, adapun yang bertindak sebagai dan hakim adalah susunannya seperti yang tilawah dewasa putra tadi ya, yang bertindak dewan hakim ya, susunannya. Kalau belangkonya habis sesuai gue. Baiklah, kita akan menyaksikan penampilan tilawah dewasa anak-anak putra yang akan membacakan surah tilawah anak-anak putra. Tilawah anak-anak putra yang akan membacakan surah An-Nisa ayat 26. Ada orang nak kesini. Hah? Kira kemplang.